بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الجزائري، ها أنت خرجت إلى شوارعك في كل أرجاء المدن والقرى لتعبر عن إرادتك في تغيير هذه السلطة بصفة شاملة نهائية بالقدر الذي تراه من خلال تجربتك، من خلال إرادتك في التغيير. وإن شاء الله أنت خرجت لتحقق الذي كان ينتظرك. خرجت لتقولها كلمة فاصلة بدون انتظار. بعد كل انتظار جاء وقت الأحرار ليشاركوك يا شعبنا الكريم. أنت تجمع شملهم، يجتمعون عندك حول إرادتك التغييرية المطلوبة لتحقيق المكاسب المطلوبة المناسبة. هنيئا لك، إن الخطاب التغييري قد وصل قمته بخرجتك هذه اليوم في كل بقاع أرضك وطنك. بارك الله فيك. زادك الله توفيقا. وبهذه المناسبة يسعني أن أنبه أن رجال الجبهة الإسلامية للإنقاذ هم إلى جانبك كعادتهم، أوفياء في ومبادئك، سائرون معك لتحققوا جميعا ما ينبغي تحقيقه من سيادة فعلية واستقلال حقيقي وحرية ممارسة في إطار أخلاقياتها جميعها وفي إطارها المشروع. بحمد الله، ها هو العالم يشهد لك بالمشروعية التي تنشدها وفرضتها بثباتك. إن التاريخ يشهد أن النظام أوقف انتخاباتك ونتائجها المشروعة. وماذا بعد الذي فعل؟ ها هو ما يزال يتخبط في اللامشروعية بحمد الله. هو الآن فقد المشروعية، وإذا لا يأتي بها من الشعب الجزائري يحتاج إلى شعب آخر. تفضلوا، ائتنا بشعب آخر بديلا للشعب الجزائري. والشعب ما يزال ثابتا على أقدامه في وطنه، في أرض الأجداد والأبناء والأحفاد. والحمد لله، هكذا هي المواقف الثابتة التي تثبت الحق، وليست التي تكون ضد العدل وضد الحق وضد القيم البانية المشيدة. إن الشعب ما يزال ثابتا والحمد لله قادرا على التعامل مع الرفض الكامل لكل ما جاء وما يجيء به هذا النظام. أيها الوطنيون الشرفاء، نحن مطالبون بأن نقف الوقفة الواحدة من أجل الهدف الواحد، من أجل تغيير الواقع الأليم الذي عاشه الشعب الجزائري، وهو قد خرج اليوم كما ترونه من أجل تحقيق هذه الأهداف
فتعالوا تعاونوا تكاملوا في صف واحد في سفينة واحدة. إن غرقت غرق الكل، وإن نجت نجا الكل. من أجل هذا الكل في الكل نتكامل ونتعاون لننقذ الجزائر مما هي فيه في موقف تاريخي تغييري رائع. أيها الشعب الجزائري الأبي، إن جبهتك الإسلامية للإنقاذ التي حرموها من أن تواصل معك عملية التغيير الشامل لتنقذ معك البلاد والعباد لتخرجها مما هي فيه، ما تزال مطالبة، والحمد لله هي مستعدة. أيها الشعب الجزائري الأبي، إن جبهتك الإسلامية للإنقاذ التي استمدت مشروعيتها من إرادتك هي معك في الميدان كما كانت وما زالت ثابتة بحمد الله، ونشيد بثباتها معك على نفس المبادئ، على نفس الأهداف التغييرية الشاملة المشروعة. إن العالم يا شعبنا يشاهد مواقفك هذه العظيمة المغيرة، لكنه يحتاج إلى ما يطمئنه، علما أن ما تقوم به هو صميم المشروعية التي تحفظ مصالحهم، مصالح الجميع، لأنها مخلصة للجميع ولا يسعها إلا أن تكون مناسبة للجميع، لكل من أراد الخير لنفسه ولجاره. عودة المشروعية الشعبية هو استقرار للمنطقة كلها، وفي فائدة كل من يريد أن تكون له مصلحة في الجزائر، مصلحة مشروعة، فله ذلك. إن الشعب مطالب بهذه النهضة لكي يغير النظام كليا، ولكن هذا غير كافي. ينبغي أن تستمر هذه اليقظة لتسد الطريق لجميع الانتهازيين المتربصين الذين يمكن أن يظهروا في كل فرصة سنحت لهم. احذر أيها الشعب أن تكون لك وقفة دائمة مستمرة يقظة في مستوى المحافظة على مكاسبك كلها إن شاء الله. أدام الله يقظتك وأدام الله جهادك ووفق الله موقفك، والسلام.